مساء الخير على المصريين بالخارج. النهارده جايب لك فيديو مهم جدا، حابب انك تطلع عليه وتشوفه، وحلت لك مشكلة التجنيد من جذورها. هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة المصرية عملت دليل اسمه دليل تجنيد المصريين في الخارج. خد بالك الكلام اللي انا بقوله لحضرتك مفيش اي حد قاله، واحنا بننفرد ان احنا بنقوله، علشان ده هيخلي حضرتك تعرف موقفك التجنيدي ماشي ازاي، اقدم في المبادرة ولا ما اقدمش. طب انا ينفع اللي انا اسوي وضعي؟ لا ينفع ما اسويش وضعي. فوزارة الدفاع حلت لك المشكلة دي في كلمتين، عملت لك دليل عمله اللواء اشرف عبد الباري، عمله او بيشرف عليه او مدير اداره التجنيد اللواء اشرف عبد الباري. حضرتك انا منزل لك هذا الدليل كامل مكمل، منزل لك هذا الدليل كامل مكمل عند حضرتك. في ايه بقى الدليل ده؟ الدليل دوت بياخدك كده في رحله قصيره، وبيعرفك موقفك يمشي ازاي، يتحل قانونا ازاي، عندك مشكله مع التجنيد هتحلها ازاي، حضرتك بتدرس للخارج ايه اللي هتقدر تعمله علشان تساوي وضعك في مصر. كل المشاكل اللي قد تواجه اي مصري في الخارج مع اداره التجنيد الدليل بيحل لك المشكله دي. فارجوك يا ريت تنزل الدليل ده عندك، هو PDF واقراه كويس، وانا حابب انك يكون معاك هذا الدليل. مش هتحتاج لا محامي ولا هتحتاج مستشار ولا هتحتاج حد تسأله، كل حاجة هتبقى بين ايدك احتراما من الدولة المصرية لحضرتك. فأرجوك انك تطلع على هذا الدليل وتحل مشكلتك مع التجنيد بنفسك وبأقل إجراء وبأقل فلوس، حفاظا على سلامتك وسلامة أسرتك. وأشكركم جزيلا.